وجبان، يبقى عاملين ليهم وجبان. يا حكومة تحس. احنا وقفتنا النهارده حملة تمنع معونة على انها تعمل وقفة رفضا لزيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري ورفضا للابتزاز الامريكي، ولان احنا خطنا ماشي في اطار التحرر الوطني، هدفنا هو التحرر الوطني وتحقيق الاستقرار الوطني. زيارة كيري مرفوضة لعدة اسباب، اولها ان احنا ضد التبعية الامريكية وضد التدخل الشامل في السياسة المصرية من جانب الامريكان، جاية بعد اهانة الولايات المتحدة الامريكية لمصر بانها هددتنا بتعليق جزء من المعونة الامريكية مقابل ان احنا ننفذ شروطها المرتبطة بالسياسة الداخلية وتدخل سياسي في السياسة الداخلية المصرية. الجزء الثالث جاية قبل ساعات من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يعني بشكل مريب حتى لو هي جاية في إطار جولة في المنطقة. بالنسبة لكم في الحملة وصلتوا كام توقعات؟ احنا وصلنا 700,000 استمارة موقعة من المواطنين مستمرين في خطين متوازيين. الخط الأول جمع الاستمارات عشان نسلمها للرئيس المنتخب ونقول له التزم بالإرادة الشعبية الرافضة للهيمنة الأمريكية والساعية للتحرر الوطني. والجزء الثاني مرتبط بفعاليات بننظمها في الشارع في كل حتة، سلسلة بشرية وفعاليات وندوات ونادي سينما لتعريف المواطنين بأخطار المعونة على الاقتصاد المصري وعلى القرار المصري.